مصر، برضو مصر. يا رب شوية حظ صغيرين، احنا مش عايزين مصر، عايزين نسيبها ونمشي. شوية حظ بس يا رب. ايجيبت، اللهم لك الف حمد وشكر. كلنا كصيادله لما بنيجي نطلع بديل بنطلع بديل يا اما نفس الماده او ماده ثانيه تؤدي نفس الغرض، بشرط ان هي ما تاثرش بالسلب او يبقى الاعراض الجانبيه بتاعتها بتضر المريض الموجود. فانت ليه ما بتطبقش ده في حياتك؟ ليه انت لما بتلاقي المكان اللي انت موجود فيه مش محقق لك اهداف او مش محقق لك اللي انت عاوزه، ليه ما بتفكرش على بديل او مثيل ليه يؤدي نفس الاهداف او نفس الغرض اللي انت عاوزه في حياتك؟ في الفيديو ده هنتكلم عن تسافر اوروبا ولا تسافر الخليج. طبعا اجابه السؤال ده هتختلف من شخص للتاني بناء على الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. اي دوله في العالم عشان نسافر لها لازم تعمل خطوات معينه احنا هنتكلم عنها في الفيديو ده. اول حاجه لازم اختبار اللغه، فده في الدول الخليج مش موجود، انت كده شخص عربي. فانت اللغه، هل انت عندك استعداد تسافر دوله تتعلم لغه جديده بحيث انك تتعايش بيها، تعرف تتعامل باللغه في معاملاتك؟ يعني مش مجرد بس ان انا عارف انجليزي، ما معظمنا عارفين انجليزي، بل هل انت بتعرف تتعايش بيه وتتعامل بيه مع الناس؟ فانت محتاج تتعامل اللغه الجديده سواء انجليزي فرنساوي الماني، هتتعلم لغه جديده بحيث ان هي تمكنك من التعايش والتعامل مع الناس. وده بياخد وقت ومجهود وفلوس. بعد ما تتعلم اللغه بيبدا يختبرك اختبارات في البيزك ساينس، وبعد ما بتعدي البيزك ساينس بيبدا يختبرك في الحاجات بقى الادفانسد بقى الخاصه بمجال الصيدله، وبعد ما بتخلص مجال الصيدله بيبدا كل ده بيكون نظري. بعد كده بيبدا يختبرك اختبارات عمليه سواء في مستشفى في صيدليه، حاجه لها علاقه بالمكان اللي انت هتشتغل فيه. وبعد ما بتخلص الاختبارات العمليه وتكون اكتستها، بتبدا ان هو بقى يختبرك في اختبارات قوانين البلد او حتى الولايه او المحافظه اللي انت تكون فيها، بتبدا تختبر اختبار قوانين. يعني انت لو في مكان وحبيت تنقل لمكان تاني بتمتحن امتحان اختبار الولايه تاني، عشان كل ولايه بتبقى مختلفه عن التانيه. فاللي احنا بنتكلم عنه ده مش كل الدول بتعمل كده، في دول ممكن يكون بس اختبار واحد سواء بيرومتريك او بيرسون فيو. في دول الخليج بيبقى لامم الاختبارات دي كلها وبياخد وقت قليل وتكلفه قليله، فعشان كده بتلاقي معظم الناس بتتجه لدول الخليج، لان الاختبارات او النظام بتاعه بسيط، بياخد وقت قليل، وتكلفته قليله، وفي نفس الوقت بيئه نفس الثقافه بتاعتنا. لكن مش معنى ان الاجراءات سهله او انك تبقى مصرح ليك انك تشتغل في البلد دي سهل ان تلاقي فرص على طول. فانت في دول الخليج ممكن تخلص الاجراءات في شهرين ثلاثه، لكن تقعد سنه سنتين تدور برضه على شغل، لان الاعداد كتيره والفرص الموجوده قليله. فبتبدا تفكر للدول الاوروبيه. الدول الاوروبيه زي ما احنا اتكلمنا على الاختبارات اللي احنا بنتكلم عنها دي بتاخد لها من سنه لسنتين، وفي بعض الدول ممكن 3 سنين. هل انت عندك، وفي الدول كمان بتقول لك لا لازم ال3 سنين تبقى انت قاعدهم في البلد دي، في مثلا في بريطانيا في كندا تبقى انت قاعد في البلد موجود في البلد وتبدا تمتحن الامتحانات دي. هل انت عندك المقدره الماديه انك تبدا تخش الاختبارات الاوروبيه؟ يعني مثلا اختبارات بريطانيا ممكن تخش لها في 20,000 جنيه استرليني. هل انت عندك المقدره الماديه انك تدفع الفلوس وتبقى قاعد هناك تاكل وتشرب وتصرف على نفسك، وان كنت هتبعت فلوس لاهلك فتره السنتين او السنه ونص بتاع المعادله لو الدوله شرط انك تبقى قاعد هناك؟ يا اما في دول تانية بتقول لك لا مش لازم تبقى انت قاعد هناك، ممكن تبقى قاعد تمتحن بره عادي، لكن بتيجي في الاختبار البراكتيكال العملي لازم تبقى انت موجود في الدوله زي مثلا كندا. فانت النقاط دي بتبقى انت بتبحث عن الدوله وتبدا تشوف هل انت ظروف الدوله دي مناسبه معاك اصلا ولا لا، وهتحقق لك الغرض اللي انت عاوزه اصلا ولا لا. نقطة كمان، انت عاوز تسافر ليه؟ هل انت عاوز تسافر عشان تعيش عيشة كريمة؟ يعني انت لو رحت دولة أوروبية انت هتاخد مرتب كويس، بس المرتب او الفلوس اللي انت هتاخدها ده هتعيشك عيشة كريمة، لكن مش هتعرف تحوش منها فلوس او تحقق اهداف اللي انت عاوز. لو انت عاوز تحقق حاجات معينة لك على النقيض في دول الخليج، لا انت في دول الخليج اسهل من الدول الاوروبيه. هي مش سهل انك تعمل فلوس، بس اسهل من الدول الاوروبيه انك تبدا تحوش مبلغ تبدا تعمل بيه اللي انت عاوزه. الحاجات اللي احنا قلناها ديت ده هتساعدك او هتنور لك طريقك بحيث انك تعرف تاخد قرار كويس. فنجمع الحاجات دي عشان لو كنت تهت. اول حاجه هي المعادلات وتكلفه المعادلات دي ووقت المعادلات. هل انت عندك مقدره ماديه مقدره ذهنيه ان انت تبدا تتعلم او تاخد الوقت ده عشان تعمل معادلات وتسافر دوله معينه؟ وهل العائد اللي انت منتظره هل يستحق الوقت اللي انت هتضيعه ده ولا لا؟ الحاجه الثانيه ثقافه البلد، هل انت عندك استعداد انك تتعايش او ثقافه او اولادك يطلعوا بنفس الثقافه اللي انت تبقى عايش فيها؟ الحاجة التالتة، انت عاوز مهاجر عشان تعيش حياة كريمة ولا عشان تحوش فلوس؟ برضو الإجابة تختلف من شخص للتاني. وفي النهاية أتمنى تكون الفيديوهات فعلا بتفيدكم بجد، وبالتوفيق يا شباب.